السلام عليكم اختي الحبيبه، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير؟ امورك مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير وفي طاقه ايجابيه وانت كتسمعي لهذا البودكاست ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف بزاف وكيهمنا كاملين. صراحه كيهم الرجال وحتى النساء، ولكن انا ان شاء الله في هذا البودكاست غادي نركز على المراه. غادي نركز على المرأة لأن هي غالبا ما كتعرض لهذا الموضوع اللي غادي نناقشوه اليوم، اللي هو النية الزايدة. النية الزايدة هي مزيانة ولكن ماشي ديما كتكون مزيانة. دونك في هذا الموضوع غادي نهضروا على العيالات وخصوصا اللي قلبها ابيض، المرأة اللي قلبها صافي، اللي كطيح في واحد المشكل كبير اللي هو النية، تتكون اكثر من القياس. كتشوف الدنيا بعينين يعني الطيبة والثقة العمياء، كتكون كتثق في كل شيء ونيتها حسنة دائما تجاه الناس كاملة، وهذا الشيء كيخليها عرضة للاستغلال. دونك حنا غادي نتسائلوا واحد السؤال: علاش مناش كتجي هاد النية هادي؟ علاش بعض الناس كتكون عندهم هاد النية الزايدة بلا قياس؟ اولا نقدر نقول لكم التربية. فالتربية بزاف منا تربينا على ان الطيبة هي الاصل، والناس ما تشوفيش فيهم بواحد الشوفة اللي هي خبيثة أو لا خايبة. تربينا على أساس نحترموا الناس كبر منا، ما نجاوبوش الناس كبر منا، تيكون عندنا داك الحس تاع المساعدة سبحان الله منذ الصغر. يعني الإنسان اللي تيكون طيب بزاف تتلقاه عنده الرغبة أنه يعني يساعد. وكذلك بالنسبة للمرأة كتكون عندها غريزة قوية أنها تعاون وتفرح الناس، وكظن باللي كلشي كيفكر بحالها. المرأة الطيبة كذلك كنلقاوها كتجنب بزاف المشاكل نظرا للشخصية الطيبة اللي عندها. فبعض المرات كدير النية باش تهرب من الشك والظنون اللي كيعييو الدماغ ديالها. فاختي ملي كتكوني نيه بزاف وكتر من القياس وكديري الثقه في كل شيء وما كتميزيش بين الناس، كل شيء الناس كيبانوا لك راه مزيانين بحالك، فهنا كتوقعي في الفخ وكتعطي لبعض الناس المفتاح باش يستغلوك. نعم، يستغلوك. وملي كنهضروا هنا على الاستغلال، فالاستغلال فيه انواع. فنقدر نقول لك انهم يقدروا يستغلوك ماديا، يعني كيعرفوا بانك ما غاديش تطلبي الحساب او لا، يعني تردي شي حد خاوي. فمثلا شي وحده مثلا جات بغات كطلبك باش تسلفيها مثلا فلوس، فكتضمن بانها غادي تاخذ من عندك هذوك الفلوس بواحد سهوله، وتقدر كاع ما تردهاش لك من بعد. او لا مثلا شي واحد كيطلب منك مثلا تعاونيه في شي مشروع، يعني يقدر ينصب عليك من بعد، يعني هنا تيكون استغلال. وهذا هو الاستغلال المادي اللي كنهضروا عليه. كذلك كاين الاستغلال العاطفي واللي هو مهم بزاف. يعني كيستغلوا النفسيه ديالك، كيستغلوا الود ديالك والتعاطف باش كيحققوا المصالح ديالهم. كاين مثلا شي صديقه كتحط عليك كاع الهموم ديالها وكتضل تشكي عليك وكتعطيك واحد الطاقه سلبيه، وكترمي عليك الهموم ديالها كامله وكتخليك انت اللي كتحملي هذاك الوزر ديال المشاكل ديالها وديال الهموم ديالها. فغالبا كتبان غير الا بغات تعطيك هاد الطاقه السلبيه ومن بعد كتبان لك بانها غبرات، يعني ملي كتحتاجيها انت ما كتلقايهاش. فهذا كذلك استغلال نفسي او استغلال عاطفي. كذلك عندنا استغلال اجتماعي، يعني اللي تيكون في اطار عملي. مثلا يقدروا يحاولوا مثلا ياخذوا الجهد ديالك او الخدمه ديالك وكينسبوها مثلا الاسم ديالهم. فمثلا اللي كنتي طيبه فسهل انك في اي عمل خدمتي فيه فيقدروا انهم يعني يستغلوك عمليا وياخذوا الجهد ديالك مثلا ويبانوا هما قدام مثلا لو سوبيريور او لا المدير ديالك بانهم هما اللي خدامين. وراه هاد الانواع كنشوفوهم بزاف بزاف يعني في الواقع ديالنا الاجتماعي والعملي. وهنا غادي نعطيك واحد المثال اللي غادي توافقوني الرأي عليه. يعني اللي كيوقع بزاف بزاف وللاسف تيكون ضحيه ديالو، يعني الانسان الطيب اللي كيغلب وجهه كيف ما تنقولوا، اللي تيحشم، اللي ما تيقدرش يتعارض مع الناس او اللي يرفض للناس اي طلب ديالهم. فنعطيك مثال اختي، انك مثلا كنتي خدامه وشي زميله او شي زميل يعني كيطلب منك واحد الخدمه، فكتلقاي راسك وبدون شعور كتشرحي ليه من نيتك وكتلقاي يعني كتعطيه افكار يعني اللي جديده اللي ما كانتش عنده هو، وهو يقدر ياخذ هذاك الافكار ديالك ويستغلها وكينسبها ليه، وعلاش لا كيمشي يخدم عليها وهو كيزيد لقدام. وللاسف انت يا صاحبتي كتبقاي دائما في بلاصتك ما كتحركيش.
هنا غادي تقولوا لي كيفاش نقدروا نتخطاو هذا المشكل، كيفاش نقدروا نحميو ريوسنا من هاد الصفه اللي هي بقدر ما هي زوينه فكتنقلب ضدنا للاسف. المساله ماشي هي اننا نحيدو النيه يعني ونرجعوا خايبين، ولكن واحد الحاجه اللي هي مهمه خصنا نتعلموا نديروا الحدود مع الناس ونستعملوا الذكاء الاجتماعي. شنو هو الذكاء الاجتماعي؟ غادي نعطي لكم في خطوات. خصنا نعرفوا بان الثقه يعني الثقه خصنا نثقوا في نفوسنا، وهاد الثقه ماشي عشوائيه، يعني كنكتسبوها بهاد التجارب هادو اللي كنعاودوا دابا عليهم. ثانيا خصنا نتعلموا نقولوا لا. الا قلنا لا خصنا نحيدوا الحشمه، لان هادشي ما فيهش حشمه، هادشي ما فيهش حشمه. نتعلموا نقولوا لا وما نبرروش علاش قلنا هذيك لا. وثالث حاجه نستعملوا يعني كيف ما تنقول لكم دائما فلتر الافكار ديالنا، نصفيو يعني نعزلوا الافكار ديالنا ونحكموا عقلنا. فاش نكونوا تنعزلوا دوك الافكار ديالنا نحكموا العقل ديالنا وما نخليوش الحشمه تغلب علينا. كيف ما قلت لكم الحدود هي الاساس، يعني بحال كتحطي واحد العازل، واحد الحد يعني بينك وبين الناس الاخرين باش كيعرفوا بان عندك شخصيه وبانهم ميمكنش يجيو يستغلوك هاد الاستغلالات كامله. نقطه مهمه هي انك تثقي في الاحساس ديالك الداخلي. غالبا ما المراه اللي كتكون ظريفه وكتكون طيبه اكثر من القياس فسبحان الله القلب ديالها كيحس بالناس اللي ماشي مزيانين. دونك هنا تقدري تعولي على الاحساس ديالك، ويعني تعتمدي على الاحساس ديالك في الفلتراج ديال هاد الناس، نوعيه الناس هادو. كذلك ممكن تحسي بان يعني انسان اللي خايب كتجيك واحد الغمه في الصدر ديالك، يعني احساس ماشي مريح. وهنا كنقول لك ما تجاهليش هذا الاحساس هذا، وبني على هذا الاحساس ديالك الداخلي باش تعرفي تفرقي بين انواع ديال الناس. غادي نعطيك نقطه اخرى هي استثمري في راسك، يعني شخصيتك ثم شخصيتك. كلما كنتي قويه وناجحه كلما كان خوفك انك تخسري العلاقات يعني تكون ضعيف. كتكون شخصيتك قويه كتقدري تفرضي الوجود ديالك وتخلي الناس كامله تحترمك وما تستغلكش. الخلاصه حبيبه ديالي هي ان النيه جزء من الجمال ديالك، ولكن خاصها تكون نيه ذكيه، ولا نقدروا نقولوا عليها نيه مقننه. ماشي نيه عمياء تخلي قلبك بيض، ولكن ديري لعقلك بحال كيف ما تنقول واحد الحارس امن، يعني كيبقى حاس لك على الافكار ديالك وعلى التمييز بين الناس، يفرق بين اللي يستاهل الثقه واللي باغي غير يستغلك. ولا سولتيني كيفاش نجمعوا بين النيه الطيبه اللي كبرنا بها وبين الذكاء الاجتماعي، غادي نقولك بان المساله ماشي انك تخلي على النيه، ولكن تخلي النيه وتزيدي عليها الفياقه وتزيدي عليها العين الحاره كيف ما تنقولوا، اللي كتشوفوا كتقرا وراء الكلام. هذا هو السر باش تكوني طيبه وقويه في نفس الوقت. ونزيد ناكد لك على انك تعلمي تقولي لا على شي حوايج اللي كيكونوا بيان سور مهمين. مثلا شي حوايج اننا ما نقدروش نتنازلوا عليهم نقولوا لا، مثلا على الفلوس ديالنا، على الوقت ديالنا الخاص، على الاسرار ديالنا. ماشي اي حاجه نعاودوها، ماشي اللي جا طلب منا شي حاجه نعطيوه. دونك هاد النقطه هذه مهمه، كتخليك ديري الحدود بينك وبين الناس باش ما يستغلوكش. عندي نقطه كذلك هي انك تعبر على راحتك وكذلك حتى على الانزعاج ديالك. ماشي مثلا شي واحد يبغي يتعدى الحدود معك، مثلا غادي تقولي ليه بكل احترام بكل وضوح سمح لي ولكن ما يمكنش ندير مثلا هاد المساله هادي، او لا ما كنوافقكش الراي. ماشي ديما ضروري انك تكوني كتقولي وضروري تكوني متوافقه مع كاع الناس، ولكن تقدري تعترضي بكل اريحيه. وكذلك تنقول لك ما تبرريش الا قلتي لا، حيت ما كاينش بكل بساطه علاش تشرحي وتعاودي وتبرري وتقولي علاش. هادشي كوني اكيد انه كيخلي الناس كيحاولوا يقنعوك. منين كيشوفوك كتشرحي بزاف كيلقاو الدخله ليك انهم يقنعوك بهضرتهم او لا بالطلبات ديالهم. وهنا غادي نقول لك اختي الحبيبه تعلمي تقراي لغه الجسد والعينين. كوني اكيده انها يعني طريقه اللي مهمه بزاف اللي كتكشف لك الناس اللي ناويين الشر ولا اللي ناويين يستغلوك، فغالبا ما كيعرفوش يخبيو داكشي كامل. حتى ولو انه مثلا كيف ما كنقولوا كيكون عندهم حلاوه اللسان، ولكن ضروري انك كتلقاي لغه الجسد ديالهم كتعبر على شي حاجه عكس هذاك الشيء اللي كيقولوا.
نقدر نقول لك اعتمدي على الشك، لان الشك ماشي ديما هو شي حاجه خايبه او لا خبث. يعني بالنسبه لك انت كامراه يعني لطيفه جدا وطيبه، وما عندكش واحد النيه اللي هي سيئه تجاه الاخر، فملي تحسي بشي حاجه ماشي هي هذيك في هضره شي واحد، او لا يعني تحسي بقلبك تزير شويه، ولا يعني واحد الاحساس اللي كتحسي به غير بوحدك، النيه الزايده هي اللي كتخليك تقولي يمكن انا غلطه. لا، بغيت نقول لك هنا اختي ثقي باحساسك الداخلي، وقلبي على التناقض. يعني تناقض، والانسان اللي قدامك كيهضر ولو انه كيف ما تنقولوا تيحاول يقنعك، لاحظي واش كيهضر معك، واش كلامو كيتناقض مع لغه الجسد ديالو. غادي تقولي لي بحالاش مثلا يقدر يكون كيهضر يعني بهدوء بشويه، ولكن عينيه كيبانوا لك كيتحركوا بالزربه، او لا كيبتسم بالزز. واش فهمتي؟ دونك كاع هادو يعني حركات اللي كيبينوا في لغه الجسد النيه ديال الشخص اللي تيكون قدامنا. وديما في تعاملاتك مع الناس فرقي بين الصداقة وبين الخدمة. هذه راه واحد الحاجة اللي هي خطيرة جدا، اللي كنجمعوا بين الصداقة وبين الخدمة. فالصديقة ديالي هي اللي كنتعاون معاها، هي اللي كنخدم معاها، كنشارك معاها يعني بضع مواضيع في إطار العمل. ماشي كتجي يعني ديما غير فوق الحاجة ديالها، وفاش كنحتاج ليها ما كنلقاهاش. ديري النية كذلك غير في قلبك ماشي في عقلك. النية مزيان انك تكوني نية، ولكن في القلب ديالك. النية ماشي في فلوسك، ماشي في عقلك. النية الطيبة هي انك ما تحمليش الحقد وما تمنيش الشر لتا واحد. اكيد غادي تكوني تي طيبة القلب، ولكن ماشي بالفلوس. يعني ماشي ان خصني ضروري حتى نعطي الفلوس ونلبي طلبات الغير باش نكون انا ظريفة. الموضوع كبير وفيه بزاف ما يتقال، ولكن ما بغيتش نطول عليكم في هذا البودكاست. حبيبة ديالي، خلي قلبك بيض وطيب، ولكن خلي عينيك حمرة وفيقة كيف ما تنقولوا. النية في القلب والذكاء في التعامل، وهكا غادي تكوني مرأة أصيلة وقوية في نفس الوقت. دمتي في أمان الله.